بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. لو عندك الحمام عنده شخورة ونهجان كده مستمر وانت بتديله علاج تنفسي وما بيستجابش، بيكون يا جماعة عايز علاج مشترك مع المضاد الحيوي وهو الفينادون. الفينادون اللي حضراتكم شايفينه ده بشري ممتاز جدا في الحالات اللي هي بتلاقي الفرد الحمام بيعمل صوت شخورة. فرد الحمام يعني في أنين كده وزنة في صوته وصدره بقى، وزي ما حضراتكم عارفين بقى أدوار التنفس الشديدة، بتستخدم مثلا أي نوع مضاد حيوي ومعاه نص سنتي فينادون لحمام الزينة، سنتي للحمام الكينج والحمام الروماني والحمام المتائل. الحمام اللي حجمه قليل نص سنتي، الحمام اللي حجمه كبير ويتحمل سنتي 3 أيام بفضل الله مع المضاد الحيوي بيختفى تماما الشخورة او الحشرجة اللي في صوت صدر وفم فرد الحمام. بتختفى احيانا سيلان الانف اما بيكون التشخيص بتاع نتيجة تنفسي، لان في سيلان انف وعين بيكون كانكر يا جماعة. لذلك قلت قبل كده ان الفلاجين هو يعني المفروض تسبق به اي علاج. يعني عندك تنفسي قبل ما تعالج ادي نص سنتي فلاجيل، بعد ساعتين ابدا ادي الجرعه بتاعه التنفسي، وليكن مثلا حبايه او زي ما يكون عندك بودر او حاجه ماده فعاله للتنفسي ومعاها نص سنتي فينادون. التكات البسيطه دي ساعات بتكون هي الاسرع في الشفاء والتشخيص السليم، لان ساعات بيكون الحمام بالذات يا جماعه ممكن يكون عندك فرد تعبان عنده 3 مشاكل مع بعض. مش شرط يكون عنده تنفسي بس، ممكن يكون تنفسي مع كانكر. مش شرط يكون عنده سالمونيلا بس، ممكن يكون سالمونيلا مع كوليستريديا. فلازم تضرب يعني ايه الحائط بال يعني بالتشخيص المظبوط وبالعلاج الفعال. الفينادون لغز مهم جدا في شفاء الفرد الحمام اللي عنده تنفسي ونهجان وشخورة وتزييق في صدره، وبشري ومش غالي. بس اللي عايز أكد على حضراتكم فيه ان التشخيص بلاش تجرب مع الحمام علاجات كتير جدا، حاول يعني ايه تشخص صح عشان توصف العلاج المظبوط. ده شكل الفينادون موجود تحت اي صيدليه بشريه. لو محتاجين اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات، ان شاء الله نكون متواجدين معاكم في سلسله علاجيه كامله هتفيد الهاوي ان شاء الله. وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.